لو عندك منتج مهم عاوز تبيعه استنى بيعه يوم الجمعة. في الحالة دي هقول لك ليه. يوم الجمعة هو مش يوم اجازة عادي، اليوم ده احنا بنحدد فيه ان احنا عاوزين نزيد المبيعات من كذا لكذا لفئة معينة او لمنتجات معينة. ليه؟ وكالات تسويقية كتير عملت احصائية ان المبيعات بتزيد من 50 ل 85% ليوم الجمعة. يوم الجمعة هو يوم هادي، يوم كله روحانيات. العميل او الزبون اللي انت مستنيه بيبقى اجازه، هادي، نفسيته هاديه، خلص صلاه وعنده استعداد ان هو يشتري، عنده استعداد يسمع. لو عندك عرض، عندك حاجه حابب تبيعها له، عندك جمهور مستهدف حابب تبيع له حاجه معينه عندك، استنى اليوم الجمعه. وده اللي حددته توكيلات زارا لما عملت احصائيه في سنه 2022 في الوطن العربي بالكامل، ان مبيعات يوم الجمعه بس بدون اي خصومات بتزيد من 50 ل 85%. وده من ضمن قائمه التسويق بالعاطفه. ليه تسويق بالعاطفه؟ ان انت هنا بتستهلك عميل او زبون عنده روحانيات اليوم ده وهادي، قادر انه يستمع لاي عرض انت بتقوله او اي حاجه انت بتقولها، عنده وقت يلف ويشوف عندك ايه جوه المكان. فعشان كده حابب اختار يوم الجمعه بالذات، واعمل فيه الاعلان بتاعك او اعمل فيه العرض بتاعك. وعلى فكره في الوقت الحالي يوم الجمعه انسب وقت تنزل فيه اعلانات على السوشيال ميديا. وبس، دي كانت نبذه سريعه عن مبيعات يوم الجمعه. سلام.